خليني اقولها لك كده بصراحة من غير لف ودوران. جسمك ده مش سلعة، وشكلك مش هو كل قيمتك، وشخصيتك اهم بكتير قوي من اي لبس لافت او عريان او لبس ملفت بزيادة. السؤال الحقيقي بقى هنا، انت عايز الناس تبص لك ولا تحترمك؟ سواء بنت او ولد، جسمك امانة وشكلك رسالة قبل ما تتكلم. اللبس مش مجرد ذوق، اللبس بيعكس وعيك، احترامك لنفسك، صورتك قدام الناس، وحدودك كمان. ولما اللبس يبقى مبتذل او كاشف بشكل مبالغ فيه، الناس للاسف ما بتركزش على عقلك ولا على اخلاقك، بيركزوا على الشكل وبس. وده مش ظلم منهم بس، ده طبيعي نفسيا واجتماعيا. خلينا بقى نفهم نقطة مهمة أوي. الإنسان الواثق في نفسه دايما مش محتاج إنه يتعرى علشان يتحسس بقيمته. والإنسان الواثقة في نفسها مش محتاجة تعرض جسمها علشان تتشاف. اللي بيعتمد على الشكل المبالغ فيه غالبا عنده فراغ، أو محتاج اهتمام، أو بيدور على تقدير مفقود. وده مش اتهام، ده تفسير نفسي معروف. خلينا نكون واقعيين أكتر. الدنيا ما بتحكمش بالنيات، الدنيا بتحكم باللي باين. لبسك ممكن يفتح لك باب احترام، او يقفل لك ابواب كتير قوي. ممكن يخلي الناس تسمع لك او تشوف منظر وخلاص. اكتر حاجه بتخسر مع الابتذال هي الهيبه. والهيبه لما بتروح صعب ان هي ترجع تاني بسهوله. رساله بقى للبنت او اي بنت: قوتك مش في كشف جسمك خالص، قوتك في عقلك، في حضورك، في احترامك لنفسك. اللي هيحبك بجد هيحترمك مش هيشتهيكي. اللي يشوفك يعني كجسم وبس، ده مش مكسب، ده خسارة وقت وخسارة دنيا ودين. ورسالة بقى للرجالة أو للأولاد: رجولتك مش في عضلاتك المعروضة طول النهار على السوشيال ميديا، ولا على لبسك المستفز. رجولتك دايما في هدوءك، وفي احترامك لنفسك ولغيرك، وفي إنك تفرض وجودك بعقلك مش بجسمك. اللبس المبالغ فيه يا جماعة مش حرية. الحرية إنك تختار تكون محترم، مش مستباح للنظر لكل الناس. مش معنى إنك تهتم بشكلك وبشياكتك إنك تفرغ شخصيتك خالص وتهتم بجسمك ونظرة الناس لجسمك. ركز على الشخصية أكتر، لأن الشكل بيشد لحظة، والشخصية بتكسب العمر كله. جسمك ممكن يلفت الانتباه، لكن شخصيتك هي اللي هتفرض الاحترام. اختار تكون معروف بعقلك، بأخلاقك، بثقلك، مش بلقطة عابرة. خليك فاكر دايما: اللي بيفرط في صورته بيصعب عليه يطالب بالاحترام بعد كده. كده الرسالة دي شايف إن هي مهمة. وصلها بهدوء مش بهجوم، سواء لولد أو لبنت. بحيث إن إحنا نهتم شوية بجوهرنا الداخلي أكتر من شكلنا، وأكتر من الابتذال في اللبس أو التعدي بشكل أو بآخر. أشوفكم دايما على خير، وربنا يوفقكم جميعا، والسلام عليكم.